ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاكله بتاعتي حلوه قوي النهارده، اكل اسكندراني على اصولها. انا لقيت جوزي داخل عليا ومعاه سمك زي ما انتم شايفين، حجمه متوسط، ولا كبير ولا صغير، بس كان طازه وكان زي العسل. ولقيته جايب لي رده وقال لي انا عايز اكل السمك من ايدك، من الالف للياء في البيت كده، انت اللي تكوني عاملاه. قلت له بس كده من عينيا. جبت بقى السمك بتاعي كده، غسلته كويس قوي، كان طازه ما شاء الله. وانا عرفتكم قبل كده السمك الطازه نعرفه اللي يكون عينه كده صاحيه، عينه تكون معلهاش اي حاجه، تحسيها اللي هي بهتانه كده، تكون حلوه، ويكون لي ظهر كده وايه، وتكون السمكه حلوه، تحسي اللي هي فيها لحم وايدك ما تغرس فيها كده، اعرفي اللي هي طازه واعرفي اللي هي فريش. غسلته كويس وحطيته في الرده، وطلعت صاجة كده عندي بتاعه البوتاجاز، حطيتها على البوتاجاز وحطيت السمك رصيته ومفيهوش اي حاجه. الدقه بتاعته بقى انا بحط له، بجيب في الهون كده شويه ملح، شويه كمون، فلفل اخضر وتوم طبعا، واديله دقه حلوه كده. وكنت عامل معاه مسقعه، بس بصراحه محبتش مسقعه بالصلصه، قلت اعملها بالخل. حلوه قوي يا جماعه وخفيفه. حطيت المية بتاعت السمك كده تغلي، وحطيت عليها التحبيشة الحلوة دي وعصرتين ليمون بقى وحبة شطة كده سبايسي، وايه ما اقولكيش بقى. دي السمك اول ما يستوى تنزلي فيها، بص اللهم بارك، الصوجة بتاعت البوتاجاز. وكنت بقلبه والله، ولا دخن الشقة ولا اي حاجة، انا شغلت الشفاط بتاعي وكان مفيش دخان ولا حاجة، بس كانت ريحته جامدة جمدان وكان تحفة. طالع طعمه زي العسل، لان انا قبل كده قلت اي حاجة انتي بتعمليها في البيت بيبقى ليها طعم مختلف، لان بتبقى نضيفة وبتعمليها لولادك وبيتك وجوزك بحب، فطبعا نفسك بيبقى فيها يا قمر. مش هياخد منك وقت صدقيني، ما خدش مني ربع ساعة على بعض. السمك اللي بيطلع بنزله في المية الحلوة اللي انا عاملاها له دي. تاني هقول عبارة عن توم، عبارة عن فلفل انا هرساه كده مع التوم، ملح، كمون، شطة. عايزة تحطي كزبرة حطي معلقة كزبرة. تمام، المية بتغلي حطيه وعصري ليمون. دي بقى الدقة الجامدة قوي قوي بتاعت المسقعة بتاعتي الجبارة، كانت طعمها تحفة. شوية زيت، شوية توم، زي معلقتين كبار كده عليهم الكزبرة، طشة خل بقى ايه معتبرة، ملحك وكمونك يا قمر، واديها تقليبة حلوة كده، واطفي عليها، بس ما تطوليش عليها عشان الخل ما يطرش من الدقة الجبارة اللي انت عاملاها دي. تكة حلوة قوي. عشان البتنجان بتاعك ما يتشربش طبعا انت بتقطعيه وتحطيه في ميه بملح، وبعد كده بتشطفيه كويس وانتي بتقليه كده، حطي معلقة خل على الزيت ده، مش هيشرب خالص زيت، هيبقى طعمه بص طالع مش شارب زيت ولا اي حاجة. وبصراحة انا جربت اقليه في الاير فراير ما كانش بيبقى حلو. يعني البطاطس حلو، يعني من الحاجات اللي ما حبيتهاش في الاير فراير البتنجان والطعمية اللي هي الفلافل، بحب اقليها كده في طاسة بشوية زيت. تمام. هنا بقى بقلب السمك بتاعي كده، والله كان طالع وشويه كان تحفة. يعني بصراحة جربي تعمليه في البيت، اوفر واحسن. بصوا هنا الدقة بتاعتي كانت زي العسل، والسمك بصوا بوريكم ما شاء الله استوى وبيتشال بكل سهولة. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة.